تعرف مين ده اللي متابع كورة بقالك سنين؟ علل. ده بقى يا سيدي صاحب أشهر جملة في تاريخ ريال مدريد، واللي هي بتقول ريال مدريد لازم يفوز ولو ما فزش نحاول تاني. ده بقى سانتياغو برنابيو. مين بقى سانتياغو برنابيو ده؟ سانتياغو برنابيو ده كان لاعب في ريال مدريد، اتولد عام 1895، كان مركزه هو مهاجم، وكانت بداية لعبه في ريال مدريد. أصبح إداري ثم انتقل لأن هو يبقى رئيس نادي ريال مدريد، وهنا جات طفرة ريال مدريد على إيده، وهنا سانتياغو برنابيو بقى ليه شأن تاني خالص. مسك رئيس نادي ريال مدريد من سنة 1943 لحد 1978، ودي أطول فترة رئاسية في تاريخ ريال مدريد، وكانت من أهم فتراته في التاريخ. ده لما مسك نادي ريال مدريد غير شكل ريال مدريد تماما، وكان اول رئيس اسباني يمسك ريال مدريد بوقتها، وطبق مفهوم الاحتراف الكامل في ريال مدريد وعمل على البنية التحتية. سانتياغو برنابيو بس ما وقفش لحد كده، بنى ملعب سانتياغو برنابيو عام 1944 وافتتح عام 1947 واتسمى بالاسم ده سانتياغو برنابيو، وكان اول ملعب في العالم يتسمى باسم رئيس نادي حالي عايش على قيد الحياة. عهده بقى كان مليان بإنجازات والبطولات كتيرة. الريال في عهده خد 5 دوري أبطال أوروبا من عام 1956 لعام 1960، والراجل ده ضم اساطير كتير للنادي زي دي ستيفانو وبوشكاش وخينتو، وكانوا دول من اساطير النادي الحاليين. الراجل ده مات عام 1978، وبعد وفاته انشأ الاتحاد الاوروبي كأس اسمه سانتياغو برنابيو كبطولة ودية كده زي اخوان غمبر في برشلونة، بتتلعب ذكرى لوفاته. باختصار سانتياغو برنابيو تاريخه بدأ مع ريال مدريد من أول ما مسك رئيس نادي، كان لاعب ولكن ما كانش مؤثر التأثير الحقيقي غير لما مسك رئيس نادي ريال مدريد. عشان كده ريال مدريد بيعتبره من أحد أساطير النادي وخلدوا اسمه حتى هذه اللحظة.